ازاي اجيب اول عميل ليا؟ تمام. الموضوع ده ليه سكتين: سكة مواقع العمل الحر، سكة السوشيال ميديا. اسهلهم سكة السوشيال ميديا. تمام. وان انت بالذات كمان الموضوع الفيسبوك جروبس. تمام. بتشوف كذا فيسبوك جروب. تمام. بتبدا ان انت تنشر بوستس. تمام. وفي اخرها كول تو اكشن لو يسمحوا طبعا. تمام. او ان انت بتعلن مثلا بشكل مباشر على حسب نوع الجروب والخصائص بتاعته والحاجات دي كلها. تمام. ان انت مثلا ممكن تعمل ان انت اول شخصين هتقدم لهم السيرفيس دي فور فري. تمام. الخدمه بتاعتك دي فور فري مجانا. تمام. هتبتدي ان انت تلاقي ناس كتير بتبدا تدخل معاك، ودي الطريقه انا بجربها كتير جدا، كل فتره بقعد اجربها. تمام. على نوع سيرفيس مختلف. تمام. على كل نوع يعني خدمات مختلف. تمام. وبلاقيها برضه بتجيب. تمام. باخد الاثنين الفري اللي انا هشتغل معاهم، وبالباقي بتواصل معاهم اقول والله انا خدت 2 فري، فممكن دول اعمل لكم ديسكاونت مثلا، او ان انا باخدهم بالسعر اللي انا عايزه. تمام. فدي اسهل طريقه تقدر تجيب بيها اول عميل ليك بعد مثلا نقول مثلا من اسبوع ل 14 يوم. هنا عملية الرزق ديت بيد ربنا، بالظبط ممكن من كده. اول بوست ينزله يلاقي عميل، ممكن يعمل علاقات هو واصحابه. صاحبه ممكن يشتغل في مكان معين، المكان دوت يبقى محتاج حد زيادة، فيبتدي من هنا يقول له عليه، يبتدي يدوه شغلانة، يبصوا لبعضه شغلانة، يعمل مثلا اول كام عميل فعلا مجانا. ديت اكتر طريقة انا بشتغل بيها في كل الخدمات اللي انا ببتدي بيها. لو هدخل خدمة جديدة عندي في الشركة ببتدي اعملها مجانا علشان اصلا اعمل نموذج، بعد كده ابتدي اعرضه للعميل علشان العميل يدفع فيه فلوس. لان هيجي العميل اول حاجه هقول له مثلا مبلغ كده تمام مفيش مشكله، فين سابقه اعمالك او فين البورتفوليو بتاعك؟ انا لسه اصلا ما عنديش سابقه اعمال ولا بورتفوليو. فهنا هقول له انا هعمل لك مثلا الشغل دوت اول مره مجانا، بعد كده بمبلغ رمزي، وابتدي من هنا اطلع معاه المبلغ واحده واحده. بالظبط. وزي ما قلنا مش مهم المبلغ اللي انت هتاخده في البدايه كام، هو المهم ان انت تمسك اول فلوس من ورا التعب وجهدك بعد ما خدت دورات وكورسات اقول لك واتعلمت. كمان على حاجه. تمام. انت يعني دي حاجه انا عملتها وجابت معايا جدا. انت مضطر تستحمل انواع من البني ادمين بجد صعبين. هتبقى مثلا عارف ان اللي قدامك جاي ينصب عليك، بس انت مضطر تشتغل ليه؟ علشان موضوع البورتفوليو ده اولا، ثانيا علشان خاطر الشغل اللي انت ما كنتش هتعمله لو الشخص ده ما كانش جه. فانت ممكن ساعات تعرف ان اللي قدامك عايز يستغلك في نقطة ما، او مش هيدفع لك فلوس او الكلام ده كله. يعني اغلب الناس اللي كملت في مجال عامة الفريلانسنج، تمام، هم حصل لهم كده، اتنصب عليهم كتير. مفيش حد ما يقول لك مثلا ما تنصبش عليا مثلا، او العميل قال لي هحولك وما حوليش والكلام ده كله. حتى الناس التقيلة والكبار لحد الان ممكن عميل يعمل معاهم الموضوع ده ده حقيقي والحركة دي. بيحصل. فاهمني؟ فانا بقول فكرة ايه، ان انت دوس على نفسك. حتى لو انت عارف ان الشخص ده هو للاسف الشديد جاي ينصب عليك، لا اعمل الشغل للعميل اللي بعده مش ليه هو، علشان خاطر لما تيجي تعرض اعرض بكواليتي عاليه. تمام. تعرف تاخد مقابلها سعر كويس للخدمه بتاعتك. فانت دايما احسب ان انت كل حاجه بتعملها مش للعميل ده، للعميل اللي جاي بعده. فعشان كده اتقن عملك فيها واعملها باخلاص شديد جدا، وعلى حسب ما ربنا وفاك. وحته الرزق دي على ربنا. مظبوط صح. يبقى هنا احنا لو هنقول له اطار كده ونقط محدده يشتغل عليها، بعد ما يتعلم يبتدي يعمل محتوى عن الخدمات بتاعته، ينشر في الجروبات كل يوم، يسجل في مواقع العمل الحر زي مستقل وخمسات، يعمل شغل للعملاء فور فري. ممكن اصلا العملاء ديت يبقوا من تحت البيت عنده في الشارع بتاعه في المدينه بتاعته، مش لازم يجيبه اونلاين، يعني يقدر يجيبه من اي مكان، بس اللي هو الاسهل ليه ان هو يشتغل اونلاين يجيبه من اونلاين. يعمل صفحه ويعمل عليها اعلان ممول ب 300 400 جنيه في البدايه، يعرف يجيب. فاذا من هنا ديت طرق يعرف بالزبط. من هنا يجيب منها اول عميل. بالظبط. الفكره عارف فين؟ مش في اول عميل، المشكله في اللي بعده. انت بتبقى جبت. هو هنا المبدأ ان زي ما قلت لك في البداية، انت بتبقى محتاج بس تشوف نتيجة الثمرة او بالزبط. نتيجة التعب بتاعك. تمسك اي مبلغ ايا كان ايه علشان بس يديلك حافز ويطمنك ويطمن الناس اللي حوالين منك انه فعلا الطريق دوت بيجيب فلوس، وان الطريق دوت تقدر من هنا ان انت تعتمد عليه. فده بيحفزك وبيشجعك ان انت تكمل وتدوس. لان انا لما اقعد اتعب شهور وفي النهايه ما بقاش عارف اجيب عميل ولا عارف ادخل فلوس، هحبط.